الجاليه المغربيه هولندا ممتلكات دونها بخطر ربما اكبر. الجاليه المغربيه تتساءل علاش وزاره ديال التشغيل دارت اتفاقيه على الممتلكات. هنا تيسمحوا ولادنا حنايا راه عيبيعوا الديور ديالهم عندهم كفرات. صافي انا عطيت ميل خاص بالسيد على الممتلكات ديال الجاليه المغربيه. الشباب ديالنا تتعاطوا في هولندا 90% ولا 80% بدون اعانه. هنا بان يبيعوا ممتلكات ديالهم كاملا ويمشوا لهولندا. حذاري السيد العميل، انا اوجه لكم هذا السؤال، شوفوا كيفاش تحاولوا كيفاش نقدرونا من ممتلكات ديالنا حنا. تشكر الاخوان اللي داروا العرض الاستثمار الفلاحي وعلى الشبكه الطرقيه وعلى ذلك. هذه النقطه الاولى. دارت مدونه احوال شخصيه ما بين المغرب وهولندا. كاين اتفاقيه خاصه ما بين فرنسا والمغرب وبلجيكا والمغرب. اما اتفاق هولندا ما عندهاش اتفاقيه. انا تنوجه للسيد العامل تقول وصلنا هذا السؤال ديالي انا وهذه الجاليه المغربيه المسؤولين بالامر بان على الممتلكات ديالنا خطر. وتنشكر كل